والندوة العلمية التي ننظمها بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي بعنوان دراسة وتدريس الموسيقى العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، تحديات وإمكانات. نحن تحديدا في الجلسة الأولى من جلستين اليوم وغدا. المتحدث الأول في جلسة اليوم الأستاذ الدكتور يوسف طنوس لبنان، عضو الهيئة العلمية في المجمع العربي للموسيقى. هو مؤلف موسيقي وباحث في العلوم الموسيقية، يحمل الدكتوراه في العلوم الموسيقية أيضا، والدبلوم العالي في العزف على آلة الناي، والإجازة في علم اللاهوت. شغل منصب عميد كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس الكاثوليك لبنان، بالإضافة إلى عمله كأستاذ ومدير أبحاث فيها. مؤسس ومدير جوقة قديشة. شغل منصب أمين عام الجمعية العلمية للكليات والمعاهد العليا للموسيقى التابعة لاتحاد الجامعات العربية. له العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات وكتب عربية وأجنبية. ألف موسيقى بعد بيطلع لك، ألف موسيقى الأعمال الأوبرالية وإنشادية ومسرحيات غنائية ومئات الألحان الدينية والمقطوعات اللبنانية والعربية، إضافة إلى تلحين العديد من الأناشيد. صدر له حتى الآن 20 أسطوانة رقمية و12 كاسيتا. تم تكريمه من دار الأوبرا المصرية خلال مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عام 2010. عنوان بحثه في هذه الجلسة: الموسيقى في خدمة ذوي الإرادة الصلبة في لبنان. فليتفضل. شكرا دكتور كفاح. لعبت الموسيقى ولا تزال أدوارا مهمة في حياة الإنسان، هي ترافقه منذ ولادته إلى مماته، من تهويدات الأمهات لأطفالهن إلى الند والرثاء في الموت، مرورا بكل الأغاني والترانيم التي ترافق الطقوس الاجتماعية والدينية. فالموسيقى تعبر عما لا يستطاع التعبير عنه بالكلام والحركات، وهي ترفه عن الإنسان في ضيقاته وهمومه، وهي تخفف من صعوبات أشغاله بإيقاعات الغناء الذي يرافقها، وهي ترافق أفراحه بالغناء وإيقاعاته بالمحفزة للدبكة والرقص. ويخبر التاريخ بأن العديد من الموسيقيين والباحثين والمنظرين اكتشفوا دورا للموسيقى في علاج أمراض الإنسان الجسدية والنفسية، إلى جانب تأثيرها على عطاءاته وشخصيته. وقد أثبتت الدراسات والاختبارات العلمية والطبية والنفسية أهمية الموسيقى ودورها في مساعدة الإنسان على الارتقاء وتخطي معوقاته الجسدية والنفسية. وبينما تبدلت نظرة المجتمع وتصنيفه لمن كان ذا إعاقة جسدية أو نفسية، فبات يدعوهم بذوي الاحتياجات الخاصة، اعتمد لبنان لهم توصيفا آخر هو ذوي الإرادة الصلبة أو ذوي الهمم، لأنهم بالرغم من أوضاعهم الجسدية أو النفسية فهم يمتلكون إرادة صلبة وعزما قويا لأداء المهام التي يؤديها كل إنسان. فوائد الموسيقى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. من هم أولا الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يحدد قانون التعليم الاحتياجات الخاصة بأنها احتياجات معترف بها ناتجة عن خصوصية أو اضطراب أو حالة دائمة أو شبه دائمة ذات طبيعة نفسية أو عقلية أو جسدية مؤثرة تعيق التعليم. لذلك من الواجب لأي برنامج تعليمي أو تثقيفي أن يؤمن لذوي الاحتياجات الخاصة دعما إضافيا داخل المؤسسة ذات الاختصاص لتمكين الطالب من مواصلة مسيرته الأكاديمية في التعلم العادي أو التخصصي. من ناحية أخرى يعبر الكثير من الأهل عن فوائد الموسيقى لأطفالهم، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإرادة الصلبة، مثل الهدوء، الاسترخاء، التعبير عن المشاعر، النمو، التركيز وما إلى ذلك. كما يذكر هؤلاء الأهل أيضا صعوبات الوصول إلى أنشطة التعلم الموسيقية. مثل جميع الأطفال والطلاب، يحق للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على وقت للترفيه وللتثقيف وتنمية شخصية جيدة.
وفيما يتعلق باحترام هذه الحقوق من خلال الوصول إلى الموسيقى، لا يزال يطرح السؤال عما إذا كان جميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة متساوون، وهل التعلم الموسيقي في متناول هؤلاء الطلاب؟ ما هي فوائد الموسيقى إذن لذوي الاحتياجات الخاصة؟ الموسيقى مكان للمشاعر والعواطف، هي قبل كل شيء تجربة مدنية واجتماعية تسمح للمشارك فيها مؤديا أكان أو مستمعا أن يجتمع مع غيره ويتشارك العواطف والتعبير عن المشاعر والأحاسيس وخلق التماسك. الموسيقى وسيلة تواصل، هي لغة في حد ذاتها، وبهذا المعنى يمكن أن تسهل التواصل مع الطلاب الذين تؤثر احتياجاتهم الخاصة على اللغة والتواصل. وتعتبر الأغنية وسيلة التعبير المفضلة لمحاولة إقامة علاقة مع الأطفال وحتى مع الكبار. لقد عرفت الموسيقى منذ زمن طويل بفضائلها العلاجية، فهي تسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف، وخاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في اللغة أو التواصل. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسة للموسيقى: تحسين المهارات الاجتماعية والعاطفية، التطور المعرفي، التنسيق الحركي والحسي، وتعزيز اللغة. لقد ثبت أن الموسيقى مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، كما الذين يعانون من الخرف، ويمكن أن يؤدي التواصل الجيد إلى تحسين المهارات الاجتماعية، ويزود الأفراد بوسائل التعبير عن الذات، فالموسيقى تقوي مهارات التواصل. الذكاء المتعدد الأوجه والتعرف على خصوصيات كل شخص. إن الاعتراف بالذكاءات المتعددة يعني الإشادة بالاختلاف والتنوع البشري، فإن نظرية هاورد غاردنر تعترف بالذكاء المتعدد الأوجه لدى الطلاب الأقل أكاديمية والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. إن جوهر هذه النظرية هي احترام الاختلافات العديدة بين الأفراد، ويتم الاعتراف بكل فرد على حدة بفرادته وخصوصياته. أهمية الإيقاع في الموسيقى. يعد الإيقاع أحد العناصر الأساسية للموسيقى، ويلعب دورا حاسما في نمو الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. فيخلق الإيقاع بنية يمكن التنبؤ بها، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا للأطفال الذين يجدون صعوبة في فهم المعلومات ومعالجتها بمرونة. وغالبا ما يجد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، الراحة في الأنشطة المنظمة والمتكررة. فالإيقاع يوفر الذي يتبع أنماطا منتظمة يمكن التنبؤ بها، إطارا يمكنهم من خلاله توقع ما سيحدث بعد ذلك، وهذا يقلل من قلقهم ويساعدهم على التركيز. فالدماغ البشري يستجيب بشكل فريد للإيقاعات المنتظمة، وهذا ينشط مناطق مختلفة من الدماغ مسؤولة عن الحركة والكلام والمعالجة العاطفية. ما هو دور الموسيقى في خدمة ذوي الإرادة الصلبة في لبنان؟ إن الأحداث التي عصفت بلبنان منذ فترة طويلة، نحكي من 1975، جعلت الكثيرين كبارا وصغارا يمرون بأوقات عصيبة تركت آثارا كبيرة على تطور وعقلية الكبار والصغار، لا سيما على المستويين النفسي والفكري. فقد وجدت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن نسبة صادمة تبلغ 49% من السكان الذين شملتهم العينة قد تعرضوا لحدث مؤلم مرتبط بالحرب من نوع ما. هالأشياء أكيد زادت. ومع أنه منذ ستينيات القرن الماضي دفع وعي حالات الاحتياجات الخاصة في لبنان بعض الأشخاص إلى تأسيس مراكز متخصصة للعناية بهم، مثل التوحد، المتخلفون ذهنيا، المعاقون بحسب التسمية القديمة، متلازمة داون إلى آخره، إلا أن الطلب والوعي زاد خلال سنوات الحرب الطويلة على لبنان. في البداية لم تكن معظم هذه المراكز في مستوى جيد ومنظم حسب الحالات وعدد الطلاب، كما أن عدد المعالجين المتخصصين لم يكن كافيا، ولم يتم دائما اختيار التخصصات المعتمدة بشكل مناسب مع الأخذ في الاعتبار القدرة العقلية للأطفال
ومع الوقت بدأت مجمل المؤسسات العمل على تطوير أساليبها استناداً إلى التقنيات والوسائل المعتمدة عالمياً. نبدأ مع الأبحاث الجامعية في لبنان عن دور الموسيقى في مساعدة ذوي الإرادة الصلبة. إن كليتي الموسيقى في جامعة الروح القدس الكاثوليك والجامعة الأنطونية تستقبل طلاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقعدين، عميان، تأخر ذهني، توحد إلى آخره، وتوفر لهم التعليم الموسيقي الخصوصي مع ما يتوافق مع حالاتهم الجسدية والنفسية. إلى جانب التدريس تجري كليتا الموسيقى عددا من الأبحاث الأكاديمية مبنية على اختبارات وورش عمل حول دور الموسيقى في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما في تأهيل الأحداث في السجون من خلال الغناء والإيقاع، وتأهيل متعاطي المخدرات الذين يعالجون في دور الرعاية الخاصة بهم. بعض الأبحاث التي أجريت في كلية الموسيقى منذ سنة 1994 هناك بحث حول علاقة الموسيقى بالصمم وأجرت كارولين سويس من الأردن أيضا رسالة ماستر عن العلاج بالموسيقى في الأردن، مرض التوحد أنموذجا. أيضا أجرت كورين حداد عن تعليم الغناء والإيقاع للأحداث الموجودين في السجون. وأجرت نجاة الريس يعني نموذج تعليمي للمتأخرين عقليا، وخاصة الذين المصابون بداون سيندروم in لبنان، يعني بمرض سن. كمان أجرت ليال طايع عن دور الموسيقى في إعادة تأهيل الكلمة عند الأطفال المصابون بالصمم في لبنان. وأجرى جورج داوود دراسة دكتوراه عن العلاج الأطفال الذين لديهم تأخر عقلي أو ذهني. كما أجرت أيضا كورين حداد تأثير العلاج بالموسيقى في تأهيل المدمنين على المخدرات إلى ما هنالك. وحاليا هناك رسالتي ماستر تجريهما ريتا صليبي عن دور العلاج بالموسيقى من خلال منهجية أوتيرب الإيطالية على في علاج الأطفال يعني المصابين. وأيضا هناك طالبة أخرى ريبيكا الأوبا عن دور العلاج بالموسيقى من خلال نظرية أو منهجية أوتيرب على حالات النساء في مرحلة يعني المصابين بالسرطان في مراحل متقدمة. وتجدر الإشارة بأن كلية الموسيقى في جامعة روح القدس في الكاثوليك أقرت برنامج العلاج بالموسيقى بالاشتراك مع كلية الطب ومعهد علم النفس في الجامعة، وتنتظر قرار مجلس الوزراء للبدء بتنفيذه بشكل منتظم. في الجامعة الأنطونية أيضا أجريت بعض الأبحاث، مثلا أحمد الخير أجرى رسالة دبلوم دراسات معمقة أثر تنظيم الإيقاع الموسيقي في تنمية وتطوير مهارات التواصل اللفظي لدى مجموعة من الأطفال متلازمة داون. أيضا لينسي أبو ملحم أجرى دراسة عن نتائج العلاج بالموسيقى وبعلامات الحياة في تأثيرها على تصرف الطلاب أو الأطفال حديثي الولادة. أيضا الياس القاعي أجرى أيضا رسالة ماستر عن دور العلاج يعني للمصابين بعلاج باركنسون المختص بالحركات والجهاز العصبي إلى ما هنالك. هناك أيضا مؤسسات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، هناك العديد من المؤسسات، سأذكر بعض المؤسسات التي تستخدم الموسيقى لمساعدة هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة. بينما هناك أكثر من 225 جمعية غير حكومية عاملة على قضايا الطفولة في لبنان، قلة منها تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وقلة أقل تستخدم الموسيقى في محاولة علاجهم أو مساعدتهم.
سأذكر أهم تلك المؤسسات والجمعيات. أولا مؤسسة الأب رونالد روبرتس للصم بدأت 1966، وهو كان ضابطا في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. عاد إلى لبنان سنة 1959 وبدأ بإقامة نوعا ما مؤسسة للاهتمام بالأطفال، وسنة 1966 بدأ بالاهتمام بالأطفال لديهم صمم من أجل علاجهم ومساعدتهم من خلال الموسيقى. هناك أيضا مؤسسة الكفاءات التي تحولت سنة 1969 إلى يعني برنامج مدمج بين الطلاب العاديين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديها المؤسسة حوالي 1000 طالب تهتم بهم بكافة المجالات. هناك الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى قواسيط، بدأت سنة 2017، بدأتها دكتورة تدرس في الجامعة اللبنانية، هي في بداياتها ولكن لديها متخصصين وبدأت بالعمل على هذا البرنامج. هناك جمعية إنسيامة يعني معا في الإيطالية للعلاج التربوي والنفسي، وهي تعتمد منهجية أوتيرب في تطبيق العلاج بالموسيقى. هناك مركز CPRM وهو متخصص يقدم العلاج النفسي التحليلي والتحليل النفسي، ويعتبر الموسيقى علاجا أو إحدى العلاجات المساندة للعلاجات الطبية والنفسية. هناك جمعية رعاية اليتيم في صيدا، أطلقت في صيدا. هناك مشروع تعليم الموسيقى عن طريق العزف الجماعي، هذه المؤسسة يعني التزمت بهذا البرنامج. هناك أيضا مؤسسة الإمام الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، تأسست سنة 1988 وتستخدم الموسيقى في برامجها لمساعدة ذوي ضعف السمع. نشاطات مختلفة حول الموسيقى في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك العديد من النشاطات سأذكر بعضها على سبيل المثال. نحن نعلم أن الأول من أذار مارس من كل عام هو اليوم العالمي للعلاج بالموسيقى، يعني معتمد عالميا، وتتكثف الأبحاث عادة والتجارب حول استخدام الموسيقى في مساندة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا في طرابلس سنة 2019 أقيمت ندوة حملت العنوان الموسيقى العربية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناول فيها دكتورين في الاختصاص عن تجاربهم وعملهم في هذا الموضوع. وكانت الندوة من تنظيم المجمع العربي للموسيقى. أيضا أقامت كلية الموسيقى في جامعة روح القدس بالاشتراك مع المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية ومع المجمع العربي للموسيقى مباراة في العزف الموسيقى العربي، يعني عم نحكي في الارتجال، وكانت 2015 وكانت ثاني وربما كان يجب أن تكون أول جائزة هي لعازف كمان كفيف، وكان باهرا واسمه بركات جبور. نظمت أيضا كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة روح القدس بالتعاون مع المعهد الجامعي العالي للعلوم النفسية والتربوية والاجتماعية في روما مؤتمرا بعنوان نحو تعليم جديد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هناك كل أعمال هذه المؤتمرات موجودة. أيضا مؤسسة شملان الاجتماعية التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية أقامت حفلا لإطلاق مبادرة شبابية لكورال مدمج مع جوقة صبا الأرز، بحيث كان الاندماج لأبناء مؤسسة شملان من ذوي الإعاقة الذهنية بكورال الجوقة ومرافقة الآلات الموسيقية عملا جيدا واختبارا مهما بعملية دمج من خلال الغناء. العلاج بالموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي. في عصر الذكاء الاصطناعي هناك العديد من النظريات والأبحاث حول الإمكانيات التي يمكنه توفيرها في العلاج بالموسيقى عامة ولذوي الاحتياجات الخاصة بنوع أخص. وربما يستطيع الخاضعون للعلاج بالموسيقى كل حسب حالته الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير الموسيقى التي تناسب وضعهم الجسدي والنفسي.
وهذا ينطبق أيضا على راغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة بتعلم الموسيقى أو بتذوقها، فيؤمن لهم الذكاء الاصطناعي البرامج التعليمية التي تناسب حالاتهم الجسدية والنفسية، فيصبح بإمكانهم على سبيل المثال وبمساعدة ذاك البرنامج كتابة الأغاني وتأليف موسيقى أصلية، فيعبرون عن أفكارهم وعواطفهم، مما يحفز عندهم موجة من الإبداع والثقة بالنفس. لكن على الرغم من مزاياها العديدة، فإن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا للمكونات الأساسية للعلاج بالموسيقى، مثل التواصل البشري والتعاطف والفهم البديهي. إنها أداة يمكنها عند استخدامها بكفاءة أن تعزز النتائج العلاجية بشكل كبير. خاتمة: إن ذوي الإرادة الصلبة أو الاحتياجات الخاصة يجسدون باختلاف حالاتهم الذكاء المتعدد الأوجه بما فيه من مواهب وقدرات مختلفة. وبينما كانت حالاتهم في الماضي ينظر إليها المجتمع اللبناني نظرة شفقة أو تعاطف إنساني، بات اليوم ينظر إليهم بنظرة إعجاب بإرادتهم الصلبة في مجابهة صعوباتهم الجسدية والنفسية والتعلمية. ولما برهنت الموسيقى عن فعاليتها في مساعدتهم وأحيانا في علاجهم، بات التعليم الموسيقي لهم تحديا ليس لهم بقدر ما هو تحدي لمعلمي الموسيقى بكافة أقسامها، نظرا لاختلاف حالات ذوي الاحتياجات الخاصة. فهل يعتمدون معهم التعليم الموسيقي الفردي أم التعليم الجماعي أم الاثنين معا؟ وبينما لا يزال التعليم الموسيقي لهم كما العلاج بالموسيقى بصورة عامة في مراحله الأولى أو بمبادرات فردية ولحالات خاصة، نأمل أن توضع برامج متكاملة لكل حالة من حالاتهم، إن على الصعيد التعليم أم على صعيد العلاج. وشكرا لاستماعكم. بس أنا عايزة الصوت كمان، كابل الصوت. ما معي أنا كابل الصوت. الشكر للأب الدكتور يوسف طنوس على دراسته التي شاركنا بها.